السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفصل هنتر 397. في فصلين ما نزلت عنهم ليه؟ لأنه للأمانة كانوا مملين والكاتب رفع ضغط فيه. يا أخي باقي ثلاث فصول يا جماعة. في الفصل اللي راح كان باقي أربعة والحين باقي ثلاثة. يا أخي يقضيها كلها في ذكريات العناكب. أنا عارف ومقدر ذكرياتهم، بس يا أخي معظم حوارات بيض. يا أخي حوارات عن مسرح إنه يتكلم لك عن الباور رينجرز وقوة النظافة وذا. صح كان في بعض اللقطات كويسة، بس يا أخي والله لو إنه مثل ون بيس، يعني نقول اسمه ذا مانجا تنزل كل أسبوعين، وراضي كل أسبوعين ينزل لنا فصل، راضي يكون زي ون بنش مان. بس يا أخي ذا يجلس لك سنتين ب10 فصول، يمكن بس 10. يا أخي شيء يرفع الضغط والأمانة. كنت أسفل فيه حرفيا يا رجل. والحين بنشوف الحين وش يسوي. آخر شيء وقفوا إنهم اختطفوا السيارة، اختطفوا الطفلة خويتهم. ملتقانا المعتاد هذا الأسبوع سيتضمن مجددا عرض خاص من كاتازوكو رينجر. كورولو صار منتهي ومقري وصار مدبلج على غفلة، كأنه هو يدبلج لنا المسلسلات التركية. يقول ثم حل اليوم الموالي، أرجو أن تشاركوا معنا جميعا. هذا اسمه ذا شارناك. يقول ألم نصل لك الثلاثة بعد من عادة فرانكلين ونوبوناغا تأخر حتى الدقائق الأخيرة، لكن هذا غريب على سارسا. كرول يقول نعم، لا يفصلنا عن العرض إلا ربع ساعة، هذا غير مقبول. كرول قاعد عند الجمهور متحمس يقول سأبحث عنها قليلا، انتظرني سأرافقك يا كرولو. إنك لا تعرف المربيات في مجمع سارسا السكني صحيح؟ وراح يسألون السكان اللي في المنطقة المسمى هذه النيزك. يقول لا، يقولون العجائز ما شفناها البارح، كنا نظنها معاكم. يقول خوياه اللي هو اللي مخرجين المسمى اللي معاه في المسرحية يقولون للجمهور انتظروا شوية. وفينيكس يقول يبدو أنها خرجت من المنطقة السكنية لوحدها فلم تعد لمجمعها منذ افترقت معنا، لابد أنها انشغلت بالتفكير في حديثنا البارحة فذهبت تبحث عن تكملة الشريط في مكان هذا وفوقي. يقول وكلهم يعانون كرولو. يقولوا له كرولو ايش نسوي؟ والاطفال شافوا كرولو واقف على المسرح وقالوا ظهر انه الاحمر. يقول كرولو نقدر الحشد الغفير الذي اجتمع منكم اليوم، لكننا مع كامل الاسف نعلمكم بان عرض اليوم قد الغي. صارت شان التي تلعب دور المنظفه البرتقاليه مفقوده منذ يوم الامس، غادرتنا قال انها ستعود لمجمعها السكني، لكننا لم نجد لها اثرا حتى اللحظه. بلا شك لا تخفى عنكم كثره حوادث اختطاف واختفاء الاطفال في مدينه النيزك مؤخرا، ورغم علمي التام بخطوره الوضع لم اتخذ الاحتياطات اللازمه وتركتها تعود وحدها، لذا فانا المسؤول. سنعود الان للبحث عن سارسا، لذلك سوف يتاجل العرض اليوم حتى اشعار لاحق. المعذره ايها الاحمر، سأساعدك في البحث وأنا أيضا كذلك. وأنا يقول لهم كرول شكرا لكم، هكذا ستعرضون أنفسكم للخطر. على طول راح لهم وفوقين يقول شكلوا فرق في بحث كل مجمع سكني وابدأوا بسؤال المربية. قد يقرضكم مدراء المصانع بعض الرجال للمساعدة إذا طلبتم منهم، سيوافقون بالتأكيد إذا ذكرتم لهم اسم الأحمر كرولو، فلا يوجد من يرفض له طلبا. خف علينا، يعني كرولو صار مختار الحارة. سوف نجد البرتقالية أجل فلنعثر عليها يا أحمر. إذا اتحدنا معا فسننجح بكل تأكيد. اذهبوا مع أوفو يا كرولو، استقلها درجة النارية. لا تبكي يا كرولو، سنجدها حتما. كل ما في الأمر أنها أصابت ساكا في مكان ما وعجزت عن الحركة. كرولو قاعد يبكي يقول نعم. كرولو يبكي وهو صغير، مثل أقول لك في الشابتر اللي راحت كان فيه بعض اللحظات كذا كويسة للأمانة. كرولو اللي أحسه شايل المجموعة. يقول نعم. شكروا له راكب الدبة يا لبي، والله شكله كيوت يا أخي. لكن بس ودك تحميه من العالم القاسي. ذلك راحوا ولقوا الشنطة حقها ربما تكون في تلك الغابة، وراحوا الغابة وكرولو عيونه ما ادري مالها شافوا جثث هناك ما ادري ما هو. يقول على حدنا نتحقق من محتوى الكيس، انا تتحقق. كلهم شافوا الكيس وفي رسالة مطعونة على شجرة.
يقول كرول أنا سأفك الكيس. ماذا كتبت في هذه الرسالة؟ شوف الإنسان هلا أنزلت الكيس؟ قال ما المكتوب فيها يا كرول انزل الكيس. لا 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 يخرب بيتهم. كرول فك الكيس شاف راسها ورجلها ويديها مقطعين في صمتها في مطبوعة ورقة وفوق قاعد يشوف إنها سالسة أليس كذلك يا كرول؟ كرول أوفو رد علي يا كرول ما لن أقول ولا. وفوق يقول رد علي يقول له وش اللي كتب هنا؟ كرول يقول لن اقول. وفوق العصب قال له ماذا قلت؟ انت مزح معايا قلت لك اخبرني ما هو الذي كتبه على راسه. يقول لن اقول لن تخرج. كرول يقول لن اقول لن تخرج كلمات من فمي حتى لو لفظت اكلا فاجئا. ابحث بنفسك ان اردت معرفه معناها الكذب ام لا. اوفو هل ستتركه؟ ستترك سارسة وراءك أيها اللعين؟ ماشي نسرع بأخذها إلى البيت. بقاء هنا يدمي القلب. تعلمت صحيح وهي حاضنة ماشي حاضن الكيس حق جثتها. شفت صحيح نحن آسفون. الثنتين اللي هي باكوندا وواحدة ثانية جالسين يبكون. كيف؟ سووا لها جنازة في الكنيسة بس وصلوا راسها ويقول لك لا تزال على قيد الحياة. لا يقولون كأنها لا تزال على قيد الحياة. هناك تقنية تدعى التحنيط وهي تستخدم ترميم الجثث وحفظها بأقرب ما يمكن لحالتها حين كانت حية. لكن انتقالها إلى هنا لهذا الشكل من الحالة التي كانت فيها يعد معجزة حقيقية. وتتقدم جميعا بالشكر للسيدة المحنقة ريكون التي يعود لها الفضل. والندى أساسا تحتفظ بهذا الشريط فقد حفظناه عن ظهر قلب على الانتحار. في واحدة اسمها رينكو سان معها زي أذن أرنب كذا ولبسها أسود. هل يمكننا أيضا أن نفعل مثل ما فعلت إذا تعلمت التحنيط؟ هذه ماتشي تقول لذي اللي حنطت البنت عشان كذا كسبت قدرة العلاج وانها تخيط وذا. يقول مستحيل فما اقوم به قدرة خاصة وليس حرفة. قال هذه القدرة لها علاقة بالشيء المتوهج الذي يحيط بجسدك يا ريم السان. تقول لها هل بمقدور رؤيتك هذا؟ عينت في عينها تقول عيناك جميلتان وتبدون مفهمتان بالحق. تفضلي بالمجيء متى ما سمحت لك مربية. استلقى الحافلة الأخيرة وقول لهم إلى وادي كريموري ثم أريهم هدف سيأخذونك مجانا. فوقت هل يمكنك انتظاري 3 سنوات؟ سوف أسوي كل شيء إلى حين بلوغ سن 14 بما في ذلك قوة الشخصية ونظام مدينة النيزة. وفوق يقول أنا أنتظر سوف أرحل اليوم بحثا عن انتقام مسلسل. ستكون الآن كما نبحث عن إبرة في ثوب متكش. ثم ماذا حل بحديثك عن السفر معي حول العالم؟ يقول وهل سيتغير شيء إذا انتظرت 3 سنوات؟ كرول يقول له نعم سيتغير. كرول يقول يمر العالم الآن بثورة اتصالات وما أن تكتمل البنية التحتية اللازم حتى يصبح كل سكان العالم متصلين ببعضهم بسرعة الضوء. سيخلق ذلك بيئة يمكن فيها لأي إنسان مشاركة المعلومات مع كافة سكان العالم. سيكون تحولا جذريا قصده على الإنترنت وذا. وبعده لا شك أن الجناة يحتفظون بمقطع مصور رسالتهم القوية التي تلمح لرغبة في الاستعراض. وموقع الجريمة كان مصمما بعناية ليعطي مشهدا محددا. لقد كان المكان كالمسرح كما أننا وجدنا عقاب سجائر كثيرة حيث كنا نقف. بما يعني الذي صور المقطع كان واقفا هناك. بدل ما أن يجدوا فرصة لنشر عملهم الفني حتى يراه العالم مباشرة. حتى لن يتمالكوا أنفسهم سينشرونه حتما. يقول لن يتمالكوا أنفسهم سينشرونه. يقول كرولو يا أخي كرولو حاقه. إيه هذا هو ممكن هذا كان بناء للفصل ظلمتموه بس يا أخي أحس أبغى هذا من أول. يا أخي انتظرت 2 سنين أعطوني. يقول الشر يتخفى دوما في الظلام وذلك لن يختلف في بيئة التواصل الجديدة. حتى في عالم يعجب الأضواء الخاطفة ستظل يخرب بيت المقولات. هذا عقل واحد في 14 يخرب بيتك كله. شوف الحكمة يقول حتى لو كان في عالم مليان أضواء اللي تخطف نظرك ستظل بين الدول حدود ورقابة لأي محتوى يحاول المرور. ولذلك سيبحثون عن ثغرة ونحن سنكون السابقين بتوفير تلك الثغرة. يعني كرول ناوي هو اللي ينشر لهم الشيء ذا ولما يجون يعطونا الأفلام ذي يخرب بيت القوة. ونحن سنقوم بتوفير تلك الثغرة إذا استغللنا الفراغ القانوني لمدينة النيزة وصنعنا نظام يوفر للأشرار ملاذا من تكفي الشرطة. ولا شك أنهم سيرجعون له. فهمت؟ إذا باختصار ماذا تقصد؟ سنصنع بالتكنولوجيا الجديدة
مخبأ يجتمع فيه الأشرار لكي نبحث بينهم عن الجنى، أليس كذلك؟ وهذا شارلنك اللي يتكلم دحين. لا، شارلنك هو اللي قال. فهمت إذا باختصار ماذا تقصد؟ سنصنع بالتكنولوجيا الجديدة مخبأ يجتمع فيه الأشرار. هذا كلام شارلنك لكي نبحث بينهم عن الجنى. وفوق نقول له أوه شرحك أسهل. شال كرول يقول له شال سنساعدك خشخشة. كلهم أخوياء وقفوا معاه اللي هو الشلة الحالية. 3 سنوات ستنقضي في لمح البصر، وهناك الكثير مما ينبغي تحضيره في هذا الملك. علينا اكتساب المعلومات والأدوات اللازمة للاقتراب من الجناح، ثم القوة والمهارات اللازمة للتعامل معهم حين نجدهم. في المجموعة واقفين لحالهم، بس البنت اللي بكت مع باكوندا وهاربة منهم. نعم، ولكن هناك أيضا أمر آخر بالغ الأهمية. ما هو؟ يجب ألا يقع ضحايا آخرون من أبناء مدينة النيزك مثل السلسة، ولذلك أنا عازم على تكريس حياتي بسبب هذا الهدف. بعد 3 سنوات سأقتل عددا كبيرا من الناس. سلسة بالتأكيد لن ترغب مني في فعل ذلك، ولكنني ولو أمكنني أن ألتقيها مجددا في مكان ما ذات اليوم اكتفيت بأن أحني رأسي مرارا طلبا منها السماح. لكن يقول كورولا في نفسه بما أن ذلك مستحيل في هذا الكون الذي لا يحتوي على زر إعادة وهو كان مشغل الفيديو، لا يمكن أن أتركهم هانئين ولا أن أدعهم يفعلون ما يشاءون في هذا العالم. ولا أتخيل أبدا أن النظام القانوني الحالي يكفي لتقويم الذين ارتكبوا هذه الفعلة، ولا حتى لجعلهم يتوبون ويتحسرون بالصدق عما يقترفون. مقدر حزنك، بس الفلسفة هذه غلط. يعني مهما مستحيل في العالم انك تقدر تحكم العالم بقبضة واحدة ويكون في نظام عادل 100%. مستحيل، حرفيا مستحيل. حتى حنا في المملكة العربية السعودية، الدولة المؤمنة اللي فيها بيت الحرمين الشريفين، يا رجال في مكة الناس تسرق. حرفيا في مكة الناس تسرق عند بيت الله، في الكعبة، جنب الكعبة بالضبط، ناس تسرق في الطوافة. يعني مستحيل. الله خلقنا مميزين عن الحيوانات، مخيرين. يا أخي في بعض الناس استغفروا يسبون الله نفسه. فمستحيل انك تقدر تحكم عدل او تترجى من الناس انهم يعترفون بذنبهم او يتحسرون عليه. في ناس او الغالبيه ممكن تحس وده، بس ما راح مستحيل تفرض يا يس يا لا، يا تكون كذا يا تكون كذا. مستحيل. وسوف أعيش ما تبقى من عمري شريرا حتى أبث الذعر في الناس في كل أصقاع العالم. سأعيد تهيئة مدينة النيزك ومعها نفسي حتى يرتجف منا الأشرار الصاعدين خوفا، ولا يقتربوا من هذه المدينة أبدا مجددا. خصوصا هلا فعلت ذلك معي بصفتك قائد الجماعة؟ كلا، أنت الرأس يا كرولو. طالما أنت في الرأس فسأتبعك حتى آخر رمق لي. دقيقة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهنا جت فكرة راس العنكبوت والثمانية الأرجل. وكرولو أجا هو في البداية بكى، بعدها كبر، وهكذا ولد العنكبوت. في العنكبوت الذي يمثل جماعتنا. يا أخي شوف، رسم لك صورتين حق كرولو. الفصل انتهى دحين. رسم لك صورتين، صورة فوق طفل وصورة فوق بيت. فالطفل كان فيه براءة، فيه أمل في الحياة، لكن هو كبير كأنه واحد سرق 500 منه. الله والله فيه تطور يا أخي. بس السر الحرمة ذيك فيا. والله للأمانة فصل رهيب، والله فصل رهيب. شعر مالك شعره طويل، فيتن، حتى فيتن شعره كان طويل. والله ريسبكت العناكي. احترامي وتقديري، والله احترامي وتقديري. حتى فصل أقدر أقول له عنه 10. يعني الفصول اللي راحت 5 وكثير أحسها. لكن الحين الخمسة صاروا وخلوا ذا الفصل صار 10. حرفيا شفنا تغير جذري. فلسفته غلط، والله يقولوا له فلسفته غلط. لكن هذا هو. في بعض الناس تفكر كذا حرفيا. في ما اقول لك ما في ناس، وفي ناس تفكر اخس من كذا، بايعين امها واللي يبغى يدمر العالم وذا. عشان كذا قال نوبوناغا في فصل من الفصول اللي راحت، او ممكن الفصل 94 مدري 95 اعتقد. قال حنا كنا مثل جماعة مورينا نبغى ندمر العالم. شكله
فقال كنا في بعض في لحظات كنا مثلهم، وجابوا لك دحين في هذه اللحظة في البداية كانوا مثلهم. للأمانة ودي أشوف أبو وأم كرولو اللي خلفوا النابغة ذا يخرب بيتهم، من هو بزر دماغه فاهم أمور الحياة. وبس كذا وصلنا للنهاية. إذا عجبك المقطع حط لايك واشتراك ونشر، وإذا ما عجبك حط ديسلايك. رايك يهمني يا صاحبي، ومع السلامة.